الأردن تستعد لاستقبال نجومها غدا في افتتاح الدورة 69 لمهرجان كان السينمائي. السجادة الحمراء صارت جاهزة والنجوم حضروا أنفسهم لواحد من أهم المهرجانات السينمائية العالمية، والأنظار كلها بتتوجه غدا ليوم الافتتاح واللي راح يكون مبهر كالعادة. هالدورة من المتوقع أن تشهد حضور ألمع النجوم مثل ماريون كوتيار، إيفا لونغوريا، نيكول كيدمان، أشواريا راي، جوليا روبرتس، جورج كلوني، راسل كرو وغيرهم. لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لهالسنة بيترأسها المخرج الأسترالي جورج ميلر، وبتضم 8 أعضاء من أهم الأسماء بعالم السينما، والملفت إنها 4 أعضاء رجال و4 أعضاء نساء، وأبرزهم كيرستن دانست، مادز ميكلسون، دونالد ساذرلاند، والمخرج الدنماركي الحاصل على الأوسكار لازلو نيمس. أما المخرج وودي ألين فبيرجع مرة جديدة على المهرجان بفيلمه الجديد كافي سوسايتي اللي راح يكون بحفل الافتتاح. المسابقة الرسمية بيتنافس فيها 21 فيلم من حول العالم، أبرزها فورشاندي لأصغر فرهادي، وبيرسونال شوبر بطولة كريستين ستيوارت، وذا لاست فيس بطولة جافير باردم وتشارليز ثيرون. وبفئة أن سيغتان غوغار رح ينعرض 18 فيلم، أولهم الفيلم المصري اشتباك بطولة نيلي كريم وهاني عادل اللي من المتوقع نشوفهم على السجادة الحمراء. أما أفلام خارج المنافسة فهي كتيرة، أهمها ماني مونستر لجوليا روبرتس اللي بتحضر كان للمرة الأولى إلى جانب شريكة بالفيلم جورج كلوني. Who's that guy on camera too? Who is it? Anybody know? Was it a union thing? وأكيد إحنا رح نكون موجودين طوال أيام المهرجان لنقل كل التفاصيل، إطلالات النجمات على الريد كاربت وعروض الأفلام.